موما، ايوه يا ادهم. عايزة اعرف الفرق ما بين التعبير المجازي والتعبير الحقيقي. تمام، سؤال في محله جميل. يعني ايه تعبير حقيقي يا ادهم؟ يعني استخدام الالفاظ في معناها الاصلي. تمام، يعني ايه؟ يعني اقول الشمس تظهر صباحا، دي حقيقه؟ دي حقيقه. طيب لو انا قلت لك الشمس تضحك، يبقى ده تعبير ايه؟ مجازي. يبقى انا استخدمت الالفاظ في غير معناها الاصلي. طب وده ليه؟ ده غرضه ايه؟ غرضه التشبيه او الاستعاره، وذلك لخلق صور ذهنيه لجذب الانتباه. طب ما تيجوا نلعب لعبه بقى تحدي الاصدقاء، ايه رايك؟ ماشي، يلا بينا. هنلعب لعبه تحدي الاصدقاء، وانا هقول لك جمل او تعبيرات، وانت هتقول لي مجازي ولا حقيقي. اتفقنا؟ تمام. يلا بينا. اول تعبير بيقول لي ايه؟ الكتاب خير صديق. خير صديق. هل ده تعبير مجازي ولا حقيقي؟ ده تعبير مجازي. تمام، ده هنا شبهت ايه؟ الكتاب بالصديق. بالصديق. طيب ها، كتب أدهم الدرس. ادهم كتب الدرس؟ تعبير حقيقي. برافو عليك. طيب فاطمه كالقمر، يبقى هنا انا شبهت فاطمه بالقمر، يبقى تعبير مجازي. ممتاز. بص بقى ديت، تتراقص الزهور في الحديقة، يبقى تعبير مجازي. ممتاز. ها، فاطمة فتاة جميلة، تعبير حقيقي. ممتاز. طيب العلم يفيد البشرية، ده يبقى تعبير حقيقي. ممتاز. يظهر القمر ليلا، القمر يظهر ليلا، تعبير حقيقي. تمام. سقط قلبي خوفا، ده يبقى تعبير مجازي. ممتاز. يبقى التعبير المجازي ان انا بستخدم الالفاظ في غير مكانها للتشبيه او الاستعاره وجذب الانتباه. ايه رايك؟ لو عجبتكم المعلومه اكتب لي، وما تنساش الشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام عليكم.